ومن أعجب ما يذكر في هذا الباب أن رجلا من السلف كان يجتهد في العبادة في رمضان، فلما انتهى الشهر سئل: أترتاح الآن بعد رمضان؟ فقال: إنما الراحة لأهل الجنة، أما نحن فعملنا لا ينقطع حتى نلقى الله. عباد الله، إن من علامات قبول رمضان أن ترى أثره بعده في حياتك، أن ترى قلبك متعلقا بالقرآن ولسانك رطبا بذكر الله، وصلاة الجماعة أحب إليك من كل شيء، وأن تبتعد عن المعاصي والذنوب والآثام والخطايا التي كنت قد تركتها في رمضان. فمن كان في رمضان يحفظ لسانه من الغيبة فليحفظه بعد رمضان، ومن كان يغض بصره فليغضه بعد رمضان، ومن كان يقوم الليل فليقوم منه ولو ركعة واحدة، ولو 3 ولو 5 ولو 7 ولو 9 ولو 11. قد قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم تلا قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن جميل ما قيل في الثبات على الطاعة: إذا كنت في رمضان مجتهدا فلا تجعل التقوى له موسما، وكن بعده لله في طاعة فإن الإله يراك دائما. وقال آخر: ليس الصيام لشهر ثم نتركه، لكنه منهج في العمر يجري. أيها المؤمنون عباد الله، إن الحياة قصيرة والأيام تمضي سراعا، وما رمضان إلا محطة تزود منها المؤمن بالطاعة والعبادة، ثم يواصل السير إلى الله سبحانه وتعالى القائل: ففروا إلى الله. وقال عز من قائل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم.